تعالوا نجيب القصة من الأول. القهوة في الأساس هي نبات، والنبات ده بيطلع حاجة اسمها كريزة القهوة. كريزة القهوة دي بيكون جواها حبوب القهوة الخضراء، وعشان نقدر نطلع حبوب القهوة الخضراء دي من جوه الكريزة بنعمل حاجة اسمها معالجة. حبوب بقى القهوة الخضراء اللي احنا بنحصل عليها بعد المعالجة، علشان نقدر نطلع منها طعم قهوة كويس بنحتاج ان احنا نعمل لها عملية تسخين أو تسوية، أو ما يسمى بعملية التحميص. المحمصة بقى والنتيجة للتسخين بيحصل معانا مجموعة من التفاعلات، ان بيتكون ثاني أكسيد الكربون جوه حباية القهوة. وتكون بقى ثاني اكسيد الكربون جوه حبايه القهوه ده بيؤدي لحدوث شروخ او فرقعه، او اللي بيسموها كريكس. وعلشان كده حبايه القهوه بتحتاج انها ترتاح فتره بعد التحميص لحد ما غاز ثاني اكسيد الكربون ده يطلع منها بشكل كامل، او على الاقل اغلب نسبته تطلع من حبايه القهوه. اما بقى نصيحتي انا الشخصيه اللي انصحكم بيها، ما تستخدمش ابدا اي قهوه الا على الاقل يكون عدى عليها 3 اسابيع من تاريخ التحميص المدون عليها، وده عشان تقدر تاخد احلى طعم من القهوه